مرحبا ويسعد كل أوقاتكم. بما إنه هاي الفترة زان الجو وزانت النفسية، رح نعمل كيكة مناسبة كتير لهاي الأجواء الحلوة. كيكة هشة إلها طعم أكتر من مميز، حتى شغلها كتير حلو وممتع، اللي هي كيكة الجوز المقلوبة. هاي الكيكة عبارة عن طبقة من خليط الجوز مع كيكة هشة وطرية. بتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية، وأهلا وسهلا فيكم. أول شي هون رح نبلش بطبقة الجوز. طبقة الجوز أو خليط الجوز عنا بنحتاج فيه ل100 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة. لازم عنا الزبدة تكون كتير طرية ومنيحة بس مش دايبة. رح نحتاج عنا كمان ل3 كوب من السيرب، ممكن تستخدموا الكورن سيرب وأنا هون استخدمت المابل سيرب اللي هو تبع البانكيك. رح نحتاج هون عنا كمان لنص كوب من الجوز الأمريكي اللي هو البيكان. رح نحتاج منه يكون مجروش بالطريقة اللي شفناها. ورح نحتاج كمان عنا تقريبا ل3/4 الكوب من السكر البني الرطب. رح نبلش هلأ نعمل خليط الجوز. رح أحط عنا 100 جرام من الزبدة. تمام، طبعا أهم شي عنا الحرارة تكون وسط إلى قليلة، ما بدنا إياها مرتفعة. رح أحط هلأ عنا الزبدة مع السيرب، ورح أحركهم منيح لحتى تدوب الزبدة معنا بهالشكل. مثل ما حكيت الحرارة وسط إلى قليلة. بعدين رح أضيف عندي هون السكر البني الرطب، وبعدين كمان رح أضيف عندي الجوز. رح أحركهم كتير منيح ليتكون عنا خليط سائل ومتجانس مثل هيك. شوفوا عندي كيف قوام خليط الجوز، بدنا إياه بهالشكل. تمام. هلأ بالنسبة للصينية اللي رح أعمل فيها الكيك، أنا استخدمت صينية مقاس 10 إنش، بطنتها بورق زبدة ودهنتها بزيت وطحين. رح أحط عليها عندي طبقة الجوز، وبعدين رح أفردها كتير منيح، وبعدها رح أحطها بالتلاجة نص ساعة لحتى أجهز طبقة الكيك، لأنه أنا بدي إياها متماسكة لحتى ما تختلط معي بطبقة الكيك لما أنا أحطها على خليط الجوز. هي هيك جاهزة. شوفوا هي سائلة معنا، إحنا بدنا إياها متل ما حكينا متماسكة لحتى ما تختلط بالكيك. هلأ مكونات عندي طبقة الكيك. طبعا هاي الكيكة من أطيب أنواع الكيكات اللي ممكن تستخدموها، ممكن تعملوها حتى كيكة لوحدها. رح أحتاج ل4 بيضات بحرارة الغرفة، معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، 100 جرام عندي من الزبدة الطرية، وربع كوب عندي من الزيت. طبعا ممكن تستخدموها كلها زيت وممكن تستخدموها كلها زبدة. راح أحتاج كمان عندي ل2 كوب من الطحين، وراح أحتاج عندي لكوب من السكر ناعم الحبيبات. طبعا كوب سكر أعطاني حلاوة متوازنة، إذا بدكم إياها أحلى بتزيدوا، وإذا بدكم إياها أقل حلاوة بتقللوا. هحتاج هون عندي لكوب من الزبادي، كمان كوب الزبادي أهم شي يكون عندي بحرارة الغرفة لحتى تطلع معنا كيكة كتير هشة وطرية. طبعا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. رح أبلش هلا أخلط عندي بخليط الكيك. تمام، رح أحط عندي الزبدة، فوقها رح أحط عندي الزيت، وبعدها رح أضيف السكر. رح أخلط هاي المكونات كلها مع بعض ليصير عنا خليط متجانس. تمام، والسكر عنا دايب فيه. تمام، هي هيك عنا السكر داب، صار الخليط عندي لونه أبيض. هيك بيكون عندي خليط الزبدة والزيت والسكر صار جاهز. رح أضيف عليه ال4 بيضات. برجع بكرر لازم يكونوا بحرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة عندي من الفانيليا السائلة. طبعا فيكم تستخدموا الفانيليا البودرة، ما في أي مشكلة. رح نبلش نخلط مع بعض لحتى يختلط البيض مع خليط الزبدة والسكر بهالشكل، ويصير عنا خليط متجانس. شوفوا عندي كيف الخليط. طبعا أهم شي بخليط الزبدة بالكيك إن ما نطول بالخفق لحتى ما يفصل معنا الخليط.
هون أضفت عندي كوب الزبادي اللي بحرارة الغرفة وراح أكمل عندي خفق. ما بطول هون بهاي المرحلة، تقريبا بس 30 ثانية لحتى نتأكد إنه الزبادي اختلط كتير منيح. راح أضيف هلأ ال2 كوب من الطحين وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. راح أخلطهم، كمان هون ما بنطول بالخفق لحتى ما يطلع معنا كيك قاسي. هون تقريبا بالكتير ممكن ناخد دقيقة أو 40 ثانية بس مش أكتر. راح نخلط، شوفوا عنا كيف الخليط، هذا قوام الكيك اللي أنا بدي إياه. خليط شايفين كيف؟ يعني شديد ومتماسك، لكن بعد الخبز راح يطلع عنا كيكة كتير هشة وطرية. شوفوا معي هاي طبقة الجوز كيف جمدت معانا، صراحة بيرفكت. راح أحط فوقها خليط الكيك بهالشكل، شايفين كيف هو متماسك مش سائل، لأنه هذا الخليط أنا حطيت فيه زبدة. قوام الكيك اللي فيه زبدة يستحسن إنه يكون بهذا الشكل، لكن مو مشكلة، راح يطلع معنا كتير كيكة هشة وطرية. راح أخبزها بالفرن على حرارة 180 لمدة ساعة. هاي شكلها عندي بعد ما طلعت من الفرن وتحمرت شوي. راح أقلبها معاكم بهالطريقة. طبعا أنا حطيت هنا ورق الزبدة لحتى أضمن إنه خليط الجوز ينزل معي كله من دون أي مشاكل وما يلزق إشي عندي بقالب الكيك. شوفوا عندي هون أنا بطول ورق الزبدة، هاي ينشال معي بكل سهولة. وراح أزينها هون عندي بشوية من التوفي أو الكراميل، هاي خطوة اختيارية، كمان من دونها كتير كان أطيب أنا حسيت، بس أنا أضفتها هون للزينة. بس بعد تجربة الطعم هي من دون التوفي أو الكراميل لسه حتى أطيب. تمام؟ هاي الكيكة عنا، شوفوا كيف شكلها صارت جاهزة معانا. كيكة فعلا من أطيب الكيكات، بنصحكم فعلا تجربوها، كتير طيبة مع فنجان القهوة أو مع كاسة شاي كمان طيبة. شوفوا عندي كيف الكيك قديه هش وقديه طري. تمام؟ بصراحة أنا بعتبرها من أحلى الكيكات تقريبا اللي أنا جربتها، كتير أنا حبيت طعمها. بتمنى منكم إنكم تجربوها، ومثل ما حكيت هي كتير مناسبة لهاي الأجواء. شوفوا هيك أنا بعد ما أنا قسمتها معكم بهالطريقة صارت وصفتنا جاهزة. بتمنى إنها تعجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك، وأهلا وسهلا فيكم.